مكتوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن بكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون وآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون آكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون وشاربون عليه من الحميم شاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون فرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن مسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشأكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون فرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم أنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين سلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين وسبح باسم ربك العظيم اللهم صن وجوهنا باليسار ولا توهنا بالإقتار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمن اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود لا إليك فسن عن الحاجة لا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بالقبول. فاتح إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى رحماتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين خصوصا رصاب هذا المولد الإمام الحبيب علي الهبشي وأصول منفرم ثم صبي هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله وإخوانه ثم إلى أرواح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين أجمعين أن الله يسر كل أمورنا أمور الدنيا والآخرة وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين وأن الله يجعلنا وأولادنا من أهل العلم ومن أهل الخير والاستقامة تجعلنا وإياه من الشر والضير والندامة وعلى من أسلافنا الصالحون مثل هذه الجلسة نويناه وعلى ما طلبوا طلبناه وعلى ما قصدوا قصدناه وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة.
يا ربي صل على محمد ملح في الأفق نور كوكب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد الفاتح الخاتم المقرب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى المجتبى المحبب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد ما لاح بدر وغاب غيها يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ما ريح نصر بالنصر قدها يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد ما سارت العيس بطن سبسا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد وكل من للحبيب ينسى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ربي صل على محمد وكل من للنبي يصحى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واغفر وسامح من كان أذنى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد واسلك بنا ربي خير مذهب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وصله وسهل ما قد تصاعد يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أعلى البرايا جاها وأرحام يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد أصدق عبد بالحق يا رب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد خير الورى منهجا وأصوات يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم على محمد ما طير يمن غن فطرا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا صلى الله ليغفر لك عليه. الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه. ينصرك الله نصرا عزيزا صلى الله لقد عليه. جاءكم رسول اللهم صل من وسلم عليه. أنفسكم
عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا عظيم. إن الله وملائكته يصلون على اللهم صل وسلم النبي عليه. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك أتقى الأذكياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك أصفى الأصفياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام السلام عليك. عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأذكياء. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك أصفى الأصفياء. السلام عليك أزكى الأزكياء. السلام عليك أحمد يا حبيبي. السلام عليك. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأذكياء. السلام عليك أحمد يا حبيبي. السلام عليك طه يا طبيبي. السلام عليك أحمد يا حبيبي. السلام عليك. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام على المشفع في القيامة. السلام
الشفاع بالقيامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأذكياء لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي جئت للبرايا بالشرع المبين تنشر الهداية بين العالمين برايا بالشرع المبين تنشر الهداية بين العالمين اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه وعظم شانه صلى الله عليه الحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه أشرف خلقه وجل عبيده رحمة صلى الله عليه بخلق هذا العبد المحبوب صلى الله عليه فانتظرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه عليه هذا المن الذي تكرم بالمنان صلى الله عليه هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود صلى الله عليه كناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله تجلى الحق في عليه عالم قدسه الواسع صلى الله تجلي عليه انقضى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله الذي لا عليه تنحسر أفراده بتعداد صلى الله ولا يمل عليه تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه يتشرف بوجود ثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان صلى الله عليه اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه قلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا صلى الله عليه جل من شرف الوجود بنور غمر كون بهجة وجمالا صلى الله عليه الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى صلى الله عليه ما اجتلته بشرا كاملا يزيه الضلال صلى الله عليه قد رأت رفعة في شؤونه وكمالا صلى الله عليه من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصف اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان صلى الله عليه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور صلى الله عليه من كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم فاجدوا هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان
صلى الله عليه تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتدعو على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق الشواهد صلى الله عليه. أشهد أن سيدنا محمدا صادق في قوله وفعله صلى الله عليه. عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله صلى الله عليه. عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا صلى الله عليه. فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا صلى الله عليه. في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه. من منة تكرم الله بها على البشر اللهم صل وسلم وما عليه. أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. الله عليه. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وجمعها وزن تحية ووسعها صلى الله على هذا عليه. العبد الذي وفى بحق العبودية صلى الله عليه. وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأكمل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه. صلاة يتصل بها روح اللهم صل المصلي وسلم عليه عليه. وينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه صلى الله عليه عليه. بعناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه صلى الله عليه. وتبينوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم صلى الله عليه. نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين صلى الله عليه. فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون وما من صلب ضم إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه. فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه. وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت واظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه. فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة
حتى برز في عالم الشهادة بشرا لك البشر صلى الله عليه ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر عليه فتعلقت همة الراقم لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف صلى الله عليه السامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه وإلا فأن تعرب الأقلام عن شؤون خير لنا ولكن هزني لا تدوي لما حفظته من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولعج التشوق إلى سماء أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا رب ماك والصفا بمحمد اغفر لنا يا سامع لدعانا. يا رب ماك والصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا بدعانا. راحلا إن جئت وادي المنحنى فاحتد به وانزل على كنز الغنى. يا رب مكة والصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا. وعندما لجرات حلوا به وانشد فؤادا ضاع في ذاك الفناء. يا رب مكة والصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا بدعانا. يا راحلا إن جئت بالمنحنى واحتد به وانزل على كنز الغنى. يا
دعانا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيء قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيء قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله يا سيد الرسل هدينا هيا بغار إلينا الآن يا سيد الرسل هدينا هيا بغار إلينا الآن يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيء قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله بشرى لنا نلنا المنى ذل العنا وفلنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفلنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفلنا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفلنا وفلنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفلنا يا طيبة ماذا نقول وفيك قد حل الرسول يا طيبة ماذا
نقول وفيك قد حل الرسول وكلنا يرجو الوصول بمحمد نبينا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا يا روضة الهادي الشفيع وصاحبيه والبقيع يا روضة الهادي الشفيع وصاحبيه والبقيع اكتب لنا نحن الجميع زيارة لحبيبنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا الأمان روضها قد ظل حل المجتبى حيث الأمان روضها قد ظل حل المجتبى وبالحبيب المصطفى صفى وطاب عيشنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا صل وسلم يا سلام على النبي محي الظلام صل وسلم يا سلام على النبي محي الظلام والآل والصحب الكرام ما أنشد ذا بشرى لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا سلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه
وقد آن للقلم أن يحظ ما حركته فيه الأنامل صلى الله مما عليه استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله وشمائل عليه التي هي أحسن الشمائل صلى الله وهنا عليه حسنا نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماع والأبصار صلى الله عليه في الأحاديث المشهورة صلى الله أن أول عليه شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة صلى الله عليه عليه هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم صلى الله عليه وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى صلى الله عليه الله عليه وسلم من نور صلى الله عليه ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم كنت وبارك أول عليه النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا صلى الله ولما عليه كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية خدشت ما شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه واستودعت هذا النور المبين صلى الله عليه وبطون ما شرفته من العجب صلى الله عليه ونقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها صلى الله عليه بمعونة الله محافظة على حق هذه الذرة وشؤونها صلى الله عليه برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا صلى الله عليه ولم ولا عنلا صلى الله عليه الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت برز إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضاد فضله وتنتشر في آثار مجده الصميم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه صل وسلم وبارك عليه
صلى الله عليه ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة صلى الله والجوهرة عليه المصونة والكون كله يصبح ينسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه إشراق هذا السراج صلى الله عليه متشوفة إلى بروزه صلى الله متشوقة عليه من التقاط جواهر الكنوز صلى الله عليه دابة لقريش نطقت بفصل العبارة صلى الله عليه بكمال البشارة صلى وما الله من عليه حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه والسماوات متضمعة بذر الفرح بملاقات أشرف البريات صلى الله وبرزه من علف عليه الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنكله في البطون والظهور صلى الله في الوجود عليه بدا التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب صلى الله على عليه السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسيج صلى الله عليه وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت قناع هذا المستور صلى الله عليه كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه وفد الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة صلى الله من خواص عليه الأمة يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدودة صلى الله عليه وحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا صلى الله وعظم عليه من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية صلى الله وتمت الذي عليه رتب الله على حضوره وجود هذا المولود صلى الله عليه فلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد ومولانا محمد حاضرك رسول الله بكرون آتندك رسول الله أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس يا رسول الله وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك فاضربوا يا أهل المثاني
واستضيئوا بجمال يا رسول الله. فابقى في الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. لربي كل حمد جل أن يحصره العاد إذا حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. صل على محمد صل عليه الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد. مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد. مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين. وصل على محمد نهج سبيلي مرحبا مرحبا كي به نسعد ونور شاد. الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين. الله مرحبا مرحبا وفي بلغنا بجاهه مرحبا مرحبا في جواره خير مقعد. الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين. الله مرحبا مرحبا وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد صل عليه وسلام مستمر كل حين يتجدد. صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا. اللهم صل على محمد. صل عليه.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء صلى الله عليه بذلك رفع إلى أن له شرفا على مجده والسماء صلى الله وكان عليه مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين صلى الله عليه وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السرى صلى الله عليه عند الله أيدي القدرة. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب صلى الله عليه. وقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أم الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله عليه. فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض كسوم الروم. قالت ثم ألبست وأجعت فلما شبع أن غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب صلى الله عليه. فأسفر ذلك عني ثم عودني الرعب والظلمة والقشعريرة عن يساري صلى الله عليه. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق صلى الله عليه. قال فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه صلى الله عليه في كل حين ترعى وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وهو لهم إلى مكارم الأخلاق سبقا. صلى الله عليه. بالمؤمنين حلما ورفقا برا فلا يقول ولا يفعل إلا معروفا. صلى الله عليه. والحمد المتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة مؤجلة. صلى الله عليه. الرحيم باليتيم والأرملة ولمسؤولة أخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقياء من البرية. ومن نشط تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تضيبت المجالس والمحافل. صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد بخلقه وخلق بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجملت بوصف الحبيب وشأنه والعلولا في مجده ومكانه أوصاف قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه. صلى الله عليه. صدى القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقاع مولد النبي الكريم
وحكاية ما أكرم الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم صلى الله عليه. أن أمسك إنة الكلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا من تعالى علوه في ارتفاع، علو في ارتفاع. اغفر ذنوبي وجنبنا الهلاك، وخذ بنا في طريق الاتباع، اتباع طريقة المجتبى حمد مصطفاك. نسير في ضوء هذا كشعاع، كشعاع في الدار هذه وفي الأخرى هناك. يا خير محبوب للمولى، المولى وداع الوداع. الله قربك منه واصطفاك. يا من تعالى علو في ارتفاع، علو في ارتفاع. اغفر ذنوبي وجنبنا الهلاك. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما ندم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية وجودا، توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب أملي في الأعمال المقبولة، وتوجهي في توجهات الخالصة والصلة
موصولا. اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعود ضافرا، وعلى باب عزته تحد الرحال فتشاها منه الفيوضات الهامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيد سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومدهر، قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك، سيد الكونين وأشرف الثقلين، العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في هدرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المعدين، ولأهدك من الحافدين. اللهم إن لنا أدماء في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، ودنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفئين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمعمل بما عمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وداهره، وعم ببركاته وشريف وجاده أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وادم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وسورة، واكشف اللهم كربة المكروبين، واقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين،
واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط الأدلى بولاد الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونسر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الهرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير واختم لنا منك بخير أجمعين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نختم هذا الدعاء المولد شمت الدرار في مجلس دار المحبين في هذا المصلى وإلى حضرة النبي سيدنا محمد